سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حبيبة، سنة حلوة يا بودة. يلا حالا بالا بالا حي ابو الفصد، هيكون عيد ميلاده الليلة اسعد الاعياد، وليحيى ابو الفصد. اتمنيتوا امنيتهم ولا لا؟ يا صباح الخير عليكم يا حلوين. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده امبارح كان عيد ميلاد عبد الله حبيبه. عملنا حاجه كده ظريفه ليهم هما الاتنين عقبال مامتهم تيجي بالسلامه ونشوف هنحتفل بيه ولا لا. دلوقتي بشرب القهوه بتاعتي والولاد قاعدين مع بعضهم علشان هروح لماما التاني. فيلا نشرب القهوه ونروح نشوف ماما بتعمل ايه. تعالوا بقى نشوف. جيت عند ماما لقيتها عامله ايه. أوه. ده يا جماعة ده يا جماعة الجمدانة دي طبعا هتغدى معاهم وباينة يعني وواضحة. شايفين القيس يا جماعة، القيس يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا محلاه يا محلاه يا محلاه تحفة. فأنا بقى ايه قلت لها يا ماما اطلعي انتي برا علشان أنا أعمل التشة بتاعته. دي التشة بتاعته طبعا. بصوا دي التشة اللي هي الكزبرة والسلق. بنحط الميه الطفل بتاعه اهو حط له ده خلاص. دي هيتحط لها برده توم. بصوا يا جماعه انا قطعت دلوقتي التوم ده زي ما انتم شايفين، نزلت حته وهنزل الباقي، بس انا محتاجه بس ايه اول ما اشم ريحه التوم اروح منزله بقيه الخضره هنركنها على جنب يعني فاهمين اهو. وطبعا الكزبره في الاخر خالص علشان ما تتحرقش مننا. فحفحي فحفحي يا لهوي. دي بقى ايه بقى فعلا الليالي الشتويه زي ما بيقولوا كده اقسم بالله. طبعا في ضرب نار بره. ريحة التوم ظهرت، ريحة التوم ظهرت اهي. طبعا عيال اختي طبعا قاعدين عند ماما طبعا عشان دعاء ما شاء الله يعني راحت عمره. فالمفروض ان هما كانوا هيجوا عندي النهارده بس انا اللي جيت عندهم يعني. بس يوم الجمعه ما عملتش فيه حاجه غير ان احنا فطرنا، بصراحه ما صورتش واحنا بنفطر. فالمفروض بقى دي هنسيبها لما تنشف مش تتحرق، لاني شفت في ناس حرقوها والله، شفت ان في ناس كتير حرقوها بس احنا مش هنحرقها. وبعدين نحطها عند ده. وما تنسوش لو عندكم حته سمنه بلدي بتتحط، وما تنسوش بشعه المنظر دي عادي خالص. احنا ناس بنعمل ايه يعني بنطبخ يعني عادي، لازم البوتاجاز يتوسخ. وبعد احنا بنغسل المواعين طبعا بنحط ايدينا في البوتاجاز وبنغسله بعد الغدا. والعاده دي خدتها بصراحه من امي ومن حماتي، لان في ناس بيغسلوا البوتاجاز كل اسبوع. نو واي مستحيل، ما عندناش الكلام ده طبعا. اهو كده نبتدي نقلب. نفسي تيجوا تشموا الريحه اقسم بالله خطيره. ولسه كمان هنزل الكزبره اللي هي الناشفه. تعالوا اوريكم بقى الرز. طبعا بابا قال لي ما تفتحيش على الرز ده يا بنتي هنسمع، عشان بابا اللي عامله، بس انا هفتح عشان اوريكم رمل ازاي. نقفل بقى على طول مش عايزين مشاكل، لاني حاسه كده ان بابا بيعرف ان انا فتحت الرز، بيعرف يرجع يقول لي انا مش قلت لك ما تفتحيش عليه، بس هو بيعرف منين انا مش عارفه. زي الرز يعني بيبقى باين. طبعا بابا بيعمله مفلفل والجميل. يلا هنقلبه وانا بطش هوريكم. عايزه اوريكم ايه الحامض ده. مخلل ماما عاملاه ليمون معصفر. ماما ما شاء الله عليها تحفه في الموضوع ده، تحفه. طبعا استأذنت منها ان احنا هنطلعه، وتعالوا نطلع بقى. هفتحه واطلعه لكم. قولي الحلاوه والجمال والحلاوه واللذاذه.
ثواني انا بغرف يا ادم. او ماي جاد، ثواني سوى صور. يا لهوي، ده اسمه ليمون معصفر، طبعا كل الناس عارفاه. بصوا الميه بتاعته. ماما كانت بتعمل لنا ايام رفح بقى، ما كنا هناك في العريش، في رفح العريش دي رحناها لسه من شويه. هاي. عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله بصراحة تمام؟ مش بحبه بصراحة يعني. ايه اصلا احنا مش بنحب الاطفال ياكلوا مخلل بصراحه يعني، الليمون عامه يعني الليمون. تعالوا اوريكم بقى. انا الاضاءه هنا زي نيله زي ما انتوا عارفين. ثواني بصوا بقى، بتبقى حاشياه يا ربي. ايوه بصوا، هدوق. يا لا، يلا ازاي بتقول عليها نروح حلو؟ نتشى. شوف بقى شكلها عامل ازاي. هنحط ثلاثة كزبره. لسه بدري على الرز يا نسمة؟ لا ده خلاص. لا اصل حبيبه عايزه المفروض. يلا هنقلب. تعالي قلبي. طيب اوف على المفلفلين حلوين. دوقي بقى شويه كده، هقرب ولا لسه؟